بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة الكورة مع تريكة، فضلا وليس أمر نعمل لايك وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي نادي الزمالك بعد ما تعادل مع المقاولين بيجهزوا الماتش الجاي عشان يلعبوا بالفول تيم، يلعبوا بالناس اللي هي هتخلص، يلعبوا بالناس اللي هم شايفينهم خلاص بقى القوام الرئيسي لنادي الزمالك. نادي الزمالك مش عايز يخش في تعادلات تاني ومش عايز يخش في هزيمه تاني. ان انت عارف التعادل مع الزمالك بيجيب تعادل والهزيمه بتجيب هزيمه، ومش في الزمالك بس، ده في كل الفرق الكبيره. كل الفرق الكبيره اللي بتنافس الحاله النفسيه بعد كل تعادل ولا بعد كل خساره لازم المدير الفني يطلع اللعيبه كلها من اللي هم بيبقوا فيه. ان هي الكره كده، المكسب بيجيب مكسب والخساره بيجيب خساره، زي ما احنا شفنا كتير قوي في الفرق عملت كده، وبالذات الزمالك لما بيتعادل ماتش جماهير نادي الزمالك بتحط ايدها على قلبها. كل الدعم لفريق نادي الزمالك الفتره اللي جايه، معاه فرقه قويه جدا جدا جدا. انا راجل اهلاوي بس انا بتمنى اشوف الزمالك في مكانه الطبيعي، ان هي دي المنافسه الحقيقيه. سيبك بقى من بيراميدز، بيراميدز ده لسه داخل، لكن المنافسه الحقيقيه في مصر اهلي وزمالك.